سلطات الأمن تتحمل المسؤولية الأولى والكاملة لما حدث لرجل الحماية المدنية المسكين هيثم صالح السيد. هي التي تركته وحيدا معزولا، فريسة سهلة مثل الغزالة الشاردة الغضة التي أحاطت بها حفنة من النمور الجائعة التي لا تعرف الرحمة. ونحن بدورنا لا ننتظر طويلا لنسمع أو نقرأ بيانا للداخلية. ونحن هنا تعني كل المصريين لا نريد تبريرا ولا تفسيرا. كل ما نريده الآن هو تحديد المسؤولين عن المأساة الضخمة التي انتهت ب24 ثانية من القهر والعجز لملايين المصريين يتابعون سحق أخيهم أو ابنهم هيثم صالح من قوة الحماية المدنية على يدي شرذمة من السكارى المتوحشين. ليت وزير الداخلية اللواء حبيب العدلي يخرج لنا بنفسه على الشاشات ليعتذر أولا للمواطن المسكين هيثم صالح السيد وأسرته. ليته يعتذر أيضا لملايين من المصريين عن حجم وهول اللحظات القاتلة التي عشناها ولن ننساها بسهولة. نطالب وزير الداخلية أن يجري تحقيقا فوريا وواسعا مع رجاله لنكتشف أسرار الخلل الأمني العنيف الذي شاب تلك المباراة قبلها وخلالها. نشاهد 3 سطور للزميل عامر الوكيل. 3 سطور. لم أجد أفضل من رباعية عمنا صلاح جاهين لتعبر عن المشهد المحزن لضرب بعض جماهير تونس لجند الحماية المدنية أثناء مباراة الأهلي والترجي. أنا كل يوم أسمع فلان عذبوه، أسرح في الناس والهموم وتوه، معجبش من اللي يطيق بجسمه العذاب، واعجب من اللي يطيق يعذب أخوه. عجب. نقلها مع تغيير كلمتين فقط عامر الوكيل.